فتوى وأن الفتوى لم تنص على الخروج ولا تجيز الخروج، وإن كان نص على بعض العلماء الذين نحترمهم ونختلف معهم حول هذه الجزئية، لكن قد ظهرت يعني المساوئ التي تترتب على الأمر بالخروج وعلى مسألة ترويج مسألة تكفير ولي الأمر. فنرجو من تعليق حول هذه المسألة الخطيرة وأبعادها يا شيخ شرعا. بالنسبة يا شيخ علي لهذه الفتوى، أظنها صدرت قبل 30 عاما تقريبا. نعم 30 عام أو 32 عام، أنها قديمة. طيب إذا صدرت فتوى على بعض المواقف، ألا يمكن بل هذا هو الذي واقع أن يتراجع الرجل عما قال، إن كان قد قاله أو إن كان التأويل الذي أول قوله فيه يعني تأويلا يعني لم يوافق الحقيقة. والله يا شيخ إنما أقول هذا ديانة، والله أريد منك فقط يعني إشارة إلى مسألة حساسة. إذا كان هناك سلطان أو قائد أو موجه أو شخص يهم العالم الإسلامي لأنه رمز، وأردت أن تقيم عليه الحجة أو أن تحاوره حول نقاط حساسة يعني تختلف فيها معه، ألا تأتيه ببعض العلماء الذين يجلهم ويحترمهم ويحبهم، أو تجمع على عقد لجنة من جميع أطراف العلماء في العالم الإسلامي، من موريتانيا، من الجزائر، من مصر، من الشام، ثم تحرص غاية الحرص على إقناعه بالتي هي أحسن. ولكن حصل حسب ما فهمت وتحققت من جدال، سوء ظن، عدم يعني إعطاء الرجل قدره واحترامه. فالمهم أنها لا يعول على مسألة إقامة الحجة، وإن كنا نجل ونحترم أعضاء اللجنة التي أفتت بذلك، نحترمهم لكن نختلف معهم. ثم لا شك أن طول المدة ينبغي أن يعاد النظر ويدقق. فلماذا يعني يكونون الآن تكون تلك الفتوى جزء من المؤامرة لكي تدك نار الفتنة وتشعلها بهذه الطريقة؟ فنسأل الله العافية والسلامة. نرجو من تعليق وجيز لعل. أنا أقول أن الفترة الزمنية الطويلة هذه تحتاج إلى أن تعاد الفتوى، وإلى كما قلت أنت يعني أن يجتمع وفد من علماء المسلمين من كل مكان ليجتمعوا ويعني بيان الحجة وليس إقامتها. الله أكبر. بعض الناس نعم حرص. طيب ما المصلحة من إظهار هذه الفتوى التي قبل 30 عاما تروج لها الآن؟ بلد يقام فيه الصلوات الخمس والمساجد ويؤمر بها يا شيخ، والله ويؤمر بها وتقام وتبنى المساجد، وقد شاهدت مساجد ويطبع عديد المصحف كما هو برواية خط عثمان وجمع عثمان رضي الله عنه. رأيته وقرأت منه وقرأت فيه، يعني اطلعت عليه فوجدته مصحفا كاملا ليس فيه زيادة ولا نقصان. نسأل الله العافية. اليوم في مركز الدعوة الإسلامي رأيت جمعية الدعوة الإسلامية العريقة. نعم جمعية الدعوة الإسلامية، رأيت وفود كبيرة جدا من عامة البلدان الإسلامية، ولم أجد ليبيين. وجدت أن الهم نشر الدعوة الإسلامية في البلدان الأفريقية والبعيدة والقريبة والتي يعم فيها الفقر. أنا أرى أنه الفتوى تحتاج إلى إعادة نظر وأن الذي روجها الآن وأشعل بها نار الفتنة في ليبيا والله لم يرد خير بالشعب الليبي. أي والله. وأنا أذكرهم بما حدث للرئيس صدام حسين رحمه الله. نعم. أن كفره بعض العلماء وقالوا فيها قصائد شعر في تمجيده ورفعه وكذا. نعم. وقد ختم الله وقد له. قالوا فيه الكفر. قالوا فيه الكفر وأن حزب البعث كافر، ومن أوليات هذا الحزب أبيات يعني كفرية موجودة بغض النظر عن الحزب. ثم الرجل الشخص لحسن يعني حسن خاتمته وأنه نطق بالشهادة قبل أن يموت والله بلحظات. يعني لا يحتاج الوضع إلى مزيد توتر. الوضع ينبغي الآن أن يعني تحقن الدماء، بأن يعني كما أؤكد على أن الفتوى يعاد النظر فيها وتعاد. ثم يا شيخ هذا الرمز العظيم الذي نلتف حوله الآن ونسميه يعني صمام الأمان وندين الله